حد يسألني ويقول لي تعرفي إيه عن الدهون؟ أرد عليه وأقول له دي أكتر حاجة مضرة بالصحة. عاش، بس الكلام ده مش مظبوط تماماً. الدهون في منها المضر وفي منها المفيد. مفيد إزاي يعني؟ الجسم بيستخدم الدهون في نقل أنواع من الفيتامينات للدم بتاعنا. الدهون كمان مفيدة لتطور الجسم في مرحلة النمو. شوف إزاي بقى؟ لأ وإيه؟ بتدفيك في الشتاء. طب على كده بقى إحنا نقضيها دهون، صح؟ لأ طبعاً، وده عشان في حاجة اسمها الكوليسترول، وأضرار الدهون بتيجي من أضرار الكوليسترول. بس مش كل الكوليسترول مضر. أمال ليه بقى أبويا طول ما يجي يا عيني ياكل الحاجة أمي تقول له خلي بالك من الكوليسترول يا إبراهيم؟ الكوليسترول أنواع، أشهرهم نوعين. الحروف دي اختصار كلام كبير بحروف كتيرة. لو عايزين تعرفوا الحروف دي والكلام ده إيه، زورونا على الويب سايت. ال LDL هو النوع المضر للكوليسترول. لما ال LDL بيزيد بيترسب على جدران الشرايين، وده بيسد الشرايين ويقلل نسبة وصول الدم المحمل بالأكسجين للقلب. مع الوقت الترسبات دي ممكن تزيد وممكن تؤدي لجلطة أو سكتة قلبية. يا ساتر يا رب، الشر بره وبعيد. طب نعمل إيه؟ هنا يجي ال HDL، وده الكوليسترول المفيد للجسم. أولاً بيساعد إنه يقلل من نسبة الكوليسترول الضار، ولما نسبته بتعلى بيساعد في حماية الجسم من أمراض القلب والشرايين. جميل قوي الكلام ده. نلاقي ال HDL ابن الحلال ده فين بقى؟ أنزل أجيبه من السوبر ماركت؟ الكوليسترول ده بيجي من أنواع الدهون المختلفة. أخطر أنواع الدهون اللي هي الدهون المتحولة، ودي دهون تحولت نتيجة إضافة الهيدروجين للزيوت النباتية والمعروفة في الصناعة بعملية الهدرجة. والدهون دي كمان موجودة في الحاجات المقلية زي الوجبات السريعة والسناكس والبطاطس المقلية المعبأة. النوع التاني وده أقل خطورة هو الدهون المشبعة أو الساتوريتد فات. مشبعة دي مش معناها إنها هتشبع كل ما تاكلها، دي معناها إن كل جزيء كربون فيها مشبع بجزيئات هيدروجين. كلام كبير كبير كبير. الدهون المشبعة عموماً هي الدهون اللي موجودة في المنتجات الحيوانية زي اللحوم ومنتجات الألبان زي الجبنة والقشطة والزبدة. وكمبدأ لازم ناخد بالنا إن كتر الدهون المشبعة بيزود الكوليسترول المضر LDL. تالت نوع وأفضل نوع هو الدهون الغير مشبعة أو Unsaturated Fat، ودول موجودين في الزيوت زي زيت عباد الشمس وزيت الزيتون والذرة والسمسم والصويا. Unsaturated Fats موجودين كمان في الأفوكادو والمكسرات وزبدة الفول السوداني، وكمان في السي فود والسمك خصوصاً السمك الدهني. في حلقة النهاردة اتكلمنا على الدهون المفيدة والمضرة وإزاي نفرق ما بينهم. اقرأ واعرف فوائد أكلك، ده شكلك أكلك. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتزورونا على شكلكأكلك.com عشان تعرفوا معلومات أكتر عن الدهون وبقية الحلقات بتاعت شكلك أكلك. الحلقة دي برعاية ماجي دومتي سوبر ماركت سعودي.